السجن ولا الحبس الابشع والمخيف في العالم كامل. راه ابليس وما يقدرش يقرب ليه. هذا السجن المتوحش والمرعب كيجمع اخطر البشر في العالم كامل، من اكلات اللحوم البشر، القتالة بدون رحمه، المغتصبين وقاتلين الاطفال، والرؤساء ديال اسوأ العصابات في العالم والمافيات. مصيبه كحله هذا ماشي حبس. وتخيل معايا هذا الحبس فيه 600 حباس فقط. قتلوا هادو اللي محسوبين على بني البشر اكثر من 10,000 انسان. راه تخطاو هادو الشر ديال ابليس براسو وسطروا الاسماء ديالهم كوحوش كتخلع وكتنوض الرعب في بنادم. داكشي علاش حطوهم وجمعوهم في واحد من اشد وافظع واخطر سجن في العالم باش يوقفوا الشر ديالهم الطاغي والمخيف. راه فاش كتدخل لذاك الحبس ما كتبقاش محسوب على بني البشر، كيولي الحيوان احسن منك وعنده الحقوق عليك. كلشي هاد الحباسه اللي في هاد السجن محكوم عليهم بالمؤبد ومدى الحياه. وواحد الحل اللي عندك باش تخرج من داك السجن هو تموت ويخرجوك جثه هامده. مرحبا بكم في اسوأ سجن على كوكب الارض، سجن الدولفين الاسود. كاين هاد الجحيم في الحدود ديال روسيا وكازاخستان، وكيعتبر من اقدم السجون في روسيا. تم البناء ديالو في 1783 وتسمى هاد السجن بهذا الاسم بسبب تمثال الدولفين الاسود صيبوه الحباسه منذ سنين عديده. وكاين في دخلة الباب الرئيسي ديال السجن. وكيعتبر هذا السجن المرعب هو اكثر سجن امنا وتامينا على وجه الارض. راه في واحد الزلزاله كاينين 3 ديال الكاميرات كتقابل الساجن وشاده كل شبر في داك الشومبر. حتى دورات المياه شاده، الطواليت حاضرين الحباس فيها. اعزكم الله 24 ساعه على 24 ساعه. الا بغيتي غير توصل للزلزاله خاصك دوز على 3 ديال البيبان مصفحه. الباب الاول فيه 6 ديال الاقفال، والثاني 12 قفل، والباب الثالث فيه 13 قفل. زنزاله داخل زنزاله داخل زنزاله. مصيبه هذا. وكيوصل الحجم ديال الزنزانه 4 متر مربع، وفيها 2 ديال السجناء، وكل 10 دقائق كيدوز حارس او موظف كيدير الرون ولا جوله تفقديه يوميا مع الصباح التفتيش والتقلاب الزنزانه كامله وتفتيش دقيق حتى السجين كيفليه وكيحيدوا ليه حوايجو اللي لابس. راه يوميا هذا الشيء كيقلبوا الا كانت شي حاجه تم التهريب ديالها للزنزانه. والحراس كيدوزوا كونكور وكيختاروهم. لا كيجيبوا غير الجنود المتوحشين والمقاتلين المرعبين. هادو هما اللي جراو عليهم من الجيش الروسي بسبب الشراسه المفرطه ديالهم. ما كيعرفوش شنو هي الانسانيه ولا الحنانه. داكشي علاش تم الاستعانه بهم باش يكونوا الحراس اللي كيحرسوا اسوأ واخطر مجرمين روسيا كامله. والعدد ديالهم كيوصل لاكثر من 900 حارس، يعني دوبل 2 ديال الخطرات ونص من عدد السجناء بنفسهم. وعاد كاينين الكلاب المتوحشه والاكثر شراسه في الكلاب كامله واللي معروفين بالذكاء ديالهم، واللي هو كلب الراعي القوقازي. وهذا ماشي غير قادر باش يصيد ولا ياكل بنادم، راه كيعتمدوا عليه في روسيا باش يصيد الدب المتوحش الروسي وبكل اريحيه. ما كاينش في هذا الحبس مطعم عام ولا نادي ولا ملعب. السجناء كيخرجوا زوج باش يتمشاو ولا يمارسوا الرياضه واحد المده قصيره دقائق معدوده وفي واحد الكولوار صغير. وفاش كيبغيو يخرجوهم الحراس داخل السجن كيتحنى السجين ويتمشاو هو راكع ومحني وجهه كيشوف الارض. وهاد الحركه كيعتبروها الحراس نوع من الاحترام وفرض السلطه وباللي انت ما عندك قيمه. وكذلك باش ما يعرفش التصميم ديال السجن ولا منين دازو فين غادي، يعني واخدين المسؤولين ديال السجن جميع الاحتياطات اللازمه باش ما يفكرش السجين في الهروب. ديك الساعه كيبداو في تفتيش الزنزانه ويفليوها، وإلا مشاو تلقاو شي حاجه مخالفه للضوابط ديالهم كينزلوا الحباس للبئر او التابوت المخيف والمرعب. وهي واحد الزنزانه مستطيله ما تقدرش تجلس فيها ولا تنعس، وكتبقى واقف الايام على حساب المنتيف اللي شدو عندك. ما نساوش باللي ديما درجه الحراره في ديك البلاد تحت الصفر، راه سيبيريا هذيك. حتى الجسد ديالك تينهار وما يقدروش رجليك يهزوه. راه كاع دوك المجرمين والقتاله اللي تما رغم الوحشيه ديالهم والشراسه كيترعدوا وكيخافوا ينزلوا لديك الحفره ولا الزنزانه ولا التابوت. داكشي علاش كاين واحد الانضباط كبير في داك السجن. شتي دوك السجناء اللي رعبوا البشر والعالم كامل وداروا دوك الافعال المخيفه والمشينه والمرعبه كيجيو لداك السجن كيوليو بحال المونيكات، وكيولي فيهم واحد لا ديسيبلين ما كاينش في الجنود، وكيخافوا باش ما يتعاقبوش وينزلوهم من تحت. وهذا واحد السجين اللي كاين في داك الجحيم المرعب. هذا غير مثال من 600 واحد كاين. فلاديمير نيكولايف
هذا هو اللي كياكل اللحم ديال البشر، واللي قتل الجار ديالو بلا سبب كيقول لهم قطعت ليه راسو ورجليه ويديه، وطاحت في بالو واحد الفكره هي يجرب ويتذوق ويعرف المذاق ديال اللحم ديال البشر كي داير، وقطع طرف من فخذو هو يسلقو وجربها وما عجباتوش، هو يقطعها وطحنها وقلاها عاد عجباتو، هو يعطي شويه ديال اللحم للصديق ديالو اللي داه للدار وعطاه للزوجه ديالو وطيبات منه وكلات فيه وعطات لولادها منه، هو يقول لهم راه اللحم ديال الكنغر هذاك، حيت ما كاينش في روسيا وما كيتباعش تما وما عمرهم كلاو وما كيعرفوش الطعم ديالو، كيخلع هذا الشيء ولا لا. الله يحفظكم من بحال هاد الماركه. وصلنا لنهايه الفيديو، تهلاو.